سلام بنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم من جديد في قناه شواتهم اسيل. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو واحد الكلاص بحجم عائلي، كيجي خطير، كيجي لذيذ بزاف، بمكونات اللي هي بسيطه وبدون اي تعقيد، ساهل، كيتحضر بدقائق معدوده. انا متاكده اذا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. فبلا ما نطول عليكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش لايك الفيديو وايضا تعليقكم اللي كتزيد تشجعني وتحفزني ولو غير بنقطه. اول حاجه غادي نوجدوها هي النوغا. غادي نحتاجو الكاس العنبه من السكر سنيده، غادي نخليه حتى كيذوب على نار مهيله ومره مره نحركوه حتى كيذوب النصف السكر. بهذه الطريقه في هذه المرحله نقدروا نحركوه ونعاونوه حتى يذوب داك السكر كامل. من بعد كنضيف كاس العنبه من اللوز يكون بالقشر ديالو بعد ما حمرته في الفرن نص تحميره، وكنخلط هذا اللوز حتى كينسجم مع الكراميل. في حاله ما تحجر معكم اللوز عادي غتبقاو كتحركوه فيه حتى يذوب داك السكر كامل. صافي مباشره كنفرغوه على ورق الطهي كيف ما كتشوفوا، كنبسطوه بهذه الطريقه وكنخليه حتى كيبرد تماما. من بعد ما كيبرد كنهرسو هكذا بيدي، كنخلي واحد جوج القطع باش نزين بهم في الاخير. وكنطحن هاد النوغا في الهاشوار، كنطحن شويه مهرمش رقيق باش غادي نوضعوه في الكلاص ديالي، وشويه كنخليه مهرمش غليظ غادي نخليه نزين به في الاخر. غادي نحضروا دابا الكلاص ديالنا. غادي نحتاجو جوج العلب من اللاموس بنكهه الفاني مع نصف لتر من الحليب يكون بارد مزيان وضعوه قبل في المجمد. من بعد كنطرب هاد المكونات مع بعض حتى كنحصلوا على قوام يكون كريمي. ضروري القوام ديالو يكون كريمي، ما نطلعوهاش بزاف. وكنضيف من بعد واحد جوج علب من دانيت كراميل او الياغورت بنكهه الكراميل، وكنخلط حتى كينسجم الكل مع بعض. وفي الاخير كنضيف داك النوغا اللي هرمشنا، وكنضيف واحد شويه من الشوكولاته تكون نوعيه جيده باش تجينا لذيذه في الكلاص ديالنا. بعد ما كنقطعوها طريفات صغارين كيف ما شفتوا صافي، وكنخلط بواحد سباتيل. نحاولوا غير بشويه نخلطوا باش ما نطيحوش داك لاموس اللي طلعنا. صافي وكيكون الكلاص ديالنا واجد كنفرغوه في واحد سيركل دائري او مربع اللي توفر عندكم. بعد ما غلفتو مزيان من التحت بالسلوفان، وكنحاولوا هكذا نوزعوا داك الكلاص سيركل كامل ونضربوه غير بشويه مع سطح العمل باش ما يجيناش شي فراغ لتحت. صافي ونساويو السطح ديالو مزيان وندخلوه المجمد على الاقل واحد 8 ساعات على حسب المجمد ديالكم. انا خليته ليله كامله في المجمد من بعد ما كنغطيو الوجه ديالو بالسلوفان. هنا من بعد ما دازت ليله كامله كنخرجوا من المجمد، كنحيد داك الساقط غير بشويه. الا ما كانش عندكم هذا الاطار هذا كيتفتح من الجوانب، وعندكم اطار اللي كيجي مسدود، من الاحسن دوزوا واحد الفويطه في الجوانب الاطار اللي غتستعملوا من بعد ما كتوضعوها في الماء يكون سخون وكتوضعوها في الجوانب الاطار. هذه الطريقه غتعاونكم وغادي يتحيد معكم بسهوله. كيكون هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا، كيجي رائع وكتجي داك القطع د النوغا باينه في الكلاص، وكذلك داك القطع د الشوكولا كيعطيو واحد الجماليه للكلاص ديالنا، وحتى في المذاق كيجي خطير. البنات جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله بزاف. دابا غادي نزينو، غادي نعمل داك النوغا اللي هرمشنا قطع شويه كبيره بهذا الشكل، وغنضيف قطع من الشوكولا من الفوق، وغنزين في الاخير بالكراميل. غنعمل هكذا خطوط من الفوق. سبق لي شاركت معكم هذا الكراميل، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للكلاص ديالنا. نتمنى انكم تجربوه، فعلا كيجي اكثر من رائع، كيجي واحد المذاق رائع مع داك مزيج من الكراميل والنوغا والشوكولا، كيجي مذاق ولا اروع. فانا حبيباتي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك الفيديو، وشكرا على المتابعه، وملتقانا في فيديو جديد مع وصفه اخرى ان شاء الله.